السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم فيديو حلو قوي وسهل وقصير جدا، وانا شخصيا من الفيديوهات القريبه لقلبي. انا هعمل معاكم فوم النسكافيه او رغوه النسكافيه والكابتشينو زي اللي بتتقدم في الكافيهات بالظبط. ولو انت طبعا من عشاق التوفير زيي، تعالي نعمل مع بعض كميه وفيره من 50 جرام نسكافيه. طبعا النسكافيه اللي انا جايباه مش نسكافيه مقاطعه، انا جايبه النسكافيه التركي، هتلاقيه مليان في السوبر ماركتات، يعني اسألي عليه. احنا لسه عند مبدأنا اياك والمقاطعة. تمام. هتجيبي بقى البولة بتاعتك وتحطي ال50 جرام، عاملين حوالي نص كوباية مج كده او اقل، حاجة بسيطة. هتحطي عليهم معلقة سكر، تمام، ونص كوباية مية، هي نفس الكوباية اللي معايرة بيها النسكافيه. بس مش هنزل بالمية على طول، هنزل بالمية تدريجيا. هقلب بس الاول بالمعلقة، وبعدين هجيب المضرب الكهربائي. رحتي فين يا ست الكل؟ خليكي معايا، الفيديو النهارده قصير، مش هتملي خالص مني. تمام. بس ما تنسينيش باللايك والاشتراك لأول مرة بتشوف قناتي، وفعلي لي بقى الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي، قناة بيتك منور مع سما. زي ما شفتي كده انا جبت المضرب الكهربائي بتاعي وبدأت اضرب النسكافيه، وهبدأ احط المية اهي تدريجيا. تمام. وبدأ لونه يتغير وبدأ قوامه كمان يتقل معايا. انا بحب اللون بتاعه يبقى كده باللون الذهبي الفاتح كده سنة، مش بحب افتحه قوي، انت بقى وحسب رغبتك يعني. تمام. وانا اول ما لقيته تقل معايا وبدأ لونه كده يفتح شوية معايا، وخلاص اكتفيت بالمرحلة دي. انا بحبه كده، وبصراحة كمان بيديني الفوم اللي انا عاوزاه او الرغوة اللي انا عايزاها للمج بتاعي. بس كده خلاص. واكون محضره بقى علبتين حلوين كده، غسلاهم منشفاهم كويس. وهبدا بقى ايه، احط الفوم بتاعي في العلب بقى ايه اللي انا جهزتها. بس كده. عايزه بقى تخلي علبه في الفريزر وعلبه في التلاجة، يعني عشان تبقى تحت ايدك في متناول. تمام. عايزة تحطي العلبتين في الفريزر مفيش اي مشاكل، برضو لو حطيتيهم في الفريزر سهل جدا عليكي ان انت تطلعي بالمعلقة على قد المج بتاعك، وتحطي عليهم معلقة سكر وتصبي اللبن. على فكرة حتى لو دخل الفريزر مش هيبقى متجمد لدرجة انك انت مش عارفة تطلعيه بالمعلقة، لا براحتك. بس اهم حاجة يكون في علب محكمة الغلق علشان ما ياخدش من أطعمة الحاجة اللي موجودة في التلاجة أو الفريزر. تمام. لأن في واحدة قالت لي لا أنا لما بعمله كده بيغير طعمه، تلاقيها هي كانت حاطاه في علبة مكشوفة. أي حاجة عايزة تحفظيها يا ريت تحفظيها في علب محكمة الغلق، هتفضل محافظة على لونها وعلى شكلها وعلى طعمها لأطول وقت ممكن. تمام. بس كده وبكده تكوني وفرتي ودبرتي، وفي نفس الوقت استمتعتي بمدة أطول وانتي مستمتعة بالنسكافيه بتاعك. بس وما تحرميش نفسك، مش عشان يعني مقاطعة ما نعرفش نشرب كوباية نسكافيه كويسة، لا طبعا. انتي هاتي بس النسكافيه التركي او اي نوع تاني، في مصري جميل جدا، هاتيه واعمليه بالطريقة دي هتوفري كتير جدا. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت يا حبايبي بقى ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك. طبعا انا خليت كده في الاخر على قد معلقه شاي صغيره، حطيتها بقى في المج، قلت اجربه عشان اول مره اجيب النسكافيه التركي، ولقيته ما شاء الله عمل لي بقى بصوا وش جميل جدا جدا للمج بتاعي. بصوا حلوة قوي وطعمه جميل جدا جدا. عايزة تزودي سكر زودي، مش عايزة براحتك، كل حاجة حسب الرغبة. وده كان شكل النهائي للنسكافيه بتاعي بعد ما حطيته بقى في العلب، عشان هقفله وهشيله في التلاجة. بس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك للي اول مرة بيشوف قناتي. يا ريت بقى تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة بيتك منور مع سما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.